2 sorelle, sono egiziano, sono muslimano, abito in Beira, studio italiano e inglese. studio italiano e inglese, ok. Mohammed, come ti chiami? Mi chiamo Mohammed. Quanti anni hai? Di 12 anni. Da dove sei? In Egitto. Sei già stato in Italia? No, Dove abito? abito in Beira. Quante lingue studi? 2 language. Quali Italiano sono? e inglese. Italiano e inglese. Mohammed, che cosa fai nella tua giornata? Mi sveglio a 9 e vado in bagno. Ci vai nella mia stanza, indossi maglietta e pantalone. Poi esco a fare colazione con la famiglia, con busto di pane, formaggio e latte. Poi vado a scuola e torno alle 4. Poi vado in camera a cambiarmi i vestiti. Poi esco a cena con la famiglia e con busto di riso e pollo esco e torno a 9. Grazie محمد. Grazie. طيب محمد، مين اللي كان بيشجعك في انك انت تتعلم لغات وفي نفس الوقت انك انت بتكمل دراستك؟ يعني هل الدراسة بتاعتك مع اللغات بتأثر عليك انك انت تتعلم لغة؟ لا، طب مين كان بيشجعك؟ أخوي. اخوك؟ طيب ايه دور الوالد والوالدة في موضوع دراستك وانك انت بتتعلم لغة؟ هل كان في اعتراض بسبب ان انت سنك صغير مثلا، او كان في اي حاجة من ناحيتهم مثلا عشان انت لسه 13 سنة فبتدرس اصلا في مدرسة حوض السرايا؟ في مدرسة حوض السرايا دي اصلا مدرسة لغات، فانت يعني زائد ان انت بتتعلم لغة تانية بره، فده بالنسبة لك كان في تأثير عليك من الوالد او الوالدة؟ لا بالعكس، ده هم شجعوني كمان ان انا ادرس التالت لغة دي عشان تبقى محتفظ بيها. طيب كويس جدا. طيب ده النهارده اول كادر تم اكتشافه معانا في البرنامج، ان محمد بيقدر ان هو بدل ما يتكلم لغه بيتكلم لغه واثنين وثلاثه. طيب محمد ان شاء الله الفتره الجايه هيبدا ان احنا نأهل محمد في ان هو يكون مكاني انا، يعني يمسك مكاني هنا في البرنامج ويكتشف هو كوادر تانية، ويبدا ان احنا نوجه محمد ان هو يعلم ناس زمايله وباقي طلبه في مدارس تانية. وفي هدف برضو ان محمد موجود معانا النهارده، ان محمد يكون موجود على الساحه ويتظهر النهارده في قناه بيروت، المره الجايه يبقى في قناه الحدث، بعدها يبقى في قناه الشمس. اذا هو محمد هيبدا كل فتره ان هو يطور من نفسه وان هو يكون موجود في مختلف القنوات معانا. طيب محمد النهارده قدر ان هو يعرف نفسه ويتكلم يعني بعض اللغات، تمام، زي الايطالي وزي الانجليش. عايزين نعرف بقى يعني ايه القواعد اللي محمد اتبعها في ان هو يقدر ان هو يتكلم اللغة دي، يعني ايه مثلا القواعد اللي انت تبعتها عشان تتكلم انجليش؟ عندنا في الانجليزي 26 حرف، في 5 متحركين اللي هم الاو واليو والاي والاي واليو والايه والباقي ساكن، وفي حروف فاولز وان فاولز. هو الفاولز ده اللي هو المتحرك